اول حاجة احنا اخدناها قبل كده، إن عشان اقول الشيب ده 2D انا هدرس فيه حاجتين: الكورنرز واللي عامل عليها circle. corners يعني رأس. each two sides، كل two sides بيتقابلوا في one corner. وفي حاجة تانية اسمها السايد. السايد يعني ضلع، ده بيكون straight يعني مستقيم. ال number of sides بتبقى equal ال number of corners. تعالوا بينا نشوفوا ايه هما ال 2D shapes. هما four shapes: triangle، circle، rectangle و square. triangle و square و rectangle و circle، محدش يقطعني. اول حاجة بيقول لي ال triangle has three sides، عنده three sides، ايه دي ال three sides بتوع and three corners. مادام ال sides 3 ال corners برضو هتكون 3. وال sides in rectangle straight يعني تكون على نفس اللاين كده. بعد كده ال square has four sides and four corners. مادام ال sides بتاعته 4 يبقى ال corners برضو 4. في حاجة تانية مهمة لازم تكون عارفينها في السكوير. square all sides are equal in length. يعني السايد ده زي ده زي ده زي ده، وده هتاخدوه في جريد 3. يعني السايد ده لو بفور سنتيمتر، ده كمان هيكون بفور، ده كمان هيكون بفور. طب الريكتانجل has four sides، عنده four sides شبه السكوير، بس الريكتانجل عنده two long sides and two short sides. تو لونج سايد يعني دراعين طوال، وتو شورت سايد دراعين قصيرين. بعد كده each two opposite sides are equal. كل two sides عندي equal يعني opposite يعني في وش بعض. مادام السايدز بتاعته 4 برضه الكورنرز 4. تمام. آخر حاجة السيركل has no sides and no corners، ولا عندها no sides أو no corners، وتعتبر إنها اتعملت من curve line. خط كده يكون curve إن هو جاي بإيه، بشكل curve. ده بالنسبة لل 2D. طبعا انتوا أكيد كنتوا حافظين C number of sides and the number of corners. هنبدأ إن احنا نحل مع بعض.